اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قاعدين بقى في الاجازه والعيال عايزين حاجه حلوه، قمت كده عملت لهم كوكيز. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا وعملناه ازاي. انا هنا اشتغلت بالميزان، عايرت الحاجه بتاعتي. معايا هنا 375 جرام دقيق، معايا 250 جرام زبده، والزبده كده لازم تكون بحراره المطبخ. طلعها لو عندك في الفريزر، طلعها قبلها بيوم زي ما انت شايفه كده. ومعايا هنا كده بيضه وكيس فانيليا و125 جرام سكر بودر. انا هنا السكر طحناه في البيت ومعديه كده على منخل، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر وشوكليت شيبس. كده دي المقادير بتاعتنا، يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. جبت كده العجان بتاعي، حطيت الزبده زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها بالسكر البودر وهشغل المضرب. لو ما عندكيش عجان كده بالمضرب هنعمله عادي بالمضرب اليدوي، بس هياخد مننا وقت شويه. لازم هنا الزبده ما تكونش ساقعه عشان ما تفصلش مننا. بوريكوا عادي ممكن نستخدم المضرب اليدوي اهو، مفيش اي مشكله. المتاح عندك اعمليه. لو وصلت بقى لحد هنا متنسيش تدعمينا بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم فضلا وليس امر. هنا بقى السكر مع الزبده بقى عامل زي الكريمه كده زي ما انتوا شايفين، وكل شويه بالسباتولا بتاعتنا هننزل الجوانب عشان كله يتجانس مع بعض. نزلت عليهم كده بالبيضه، وهنزل عليهم بكيس الفانيليا، وهدوم تقليبه كده واشغل المضرب. لما البيضه بتاعتي تختفي هنزل عليهم كده بالدقيق. طبعا الدقيق منخول. شيلت انا كده معلقتين دقيق، وهنقول دلوقتي شيلناهم ليه. هننزل على الدقيق بذرة الملح وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. وهنا خلاص هنستخدم الاسباتله بتاعتنا عشان نلم الدقيق، لا اما هنشتغل بايدينا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده انا مجرد بلم الدقيق مع الزبده والبيض والسكر. مش هينفع هنا ان انا اعجن عشان ما ينشفش مننا. باطراف صوابعي زي ما انتوا شايفين كده هلم العجينه. واحنا شغالين كده مننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى هنا العجينه بتلزق زي ما انتوا شايفين. هنبدا نقسمها كده الى نصين. اول نص خدته كده ضفت عليه معلقتين الدقيق ولميتهم كده، وكده بقى الكوكيز جاهز معانا. ده كده كوكيز الفانيليا. والنص التاني زي ما انتوا شايفين كده هننزل عليهم بمعلقتين، معلقه كاكاو ومعلقه دقيق كده عشان الكاكاو بتاعي هنا اسباني. انا مش عايزه الكوكيز بتاعي غامق قوي، بس هنا لازم نعدي الكاكاو على منخل. وهنلم العجينه، وبقى كده العجينتين جاهزين معايا. انا هنا طبعا الجو حر جدا، يفضل ادخلهم التلاجة نص ساعة يرتاحوا عشان تقدري تشكلوهم زي ما انت شايفة كده. انا دخلتهم هنا نص ساعة. عملت الكوكيز زي ما انتوا شايفين، ما شققش ولا اي حاجة ما شاء الله. جبت هنا كوكيز. انا مش بحب احط الكوكيز في قلب الشوكليت شيبس، انا بحب ارصه كده اشكال كده عشوائية يعني، وكده بيبقى احسن بكتير بالنسبة لي. ممكن تعمليها كورة كده وتغطسيها في الشوكليت شيبس. انا هنا بكورها، بضغط عليها ضغطة بسيطة جدا، وابدأ ارص الشوكليت شيبس واحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة. زي ما انتوا شايفين خلصنا الكمية كلها، ما خدتش معانا اي حاجة. هنسويها على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص. هتاخد معانا من 25 دقيقة ل30 دقيقة، وهتكون استوت معانا. يطلع من الفرن ما امسكوهوش خالص لانه بيبقى طري. هسيبه من ساعة لساعتين يبرد تماما. هبدأ احركه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك. وهنا الكوكيز اللي بالشوكولاتة حاطه معاه واحدة فانيليا عشان اعرف السوا بتاعه قد ايه بقى هو مقرمش وجميل. نفتح واحدة كده شوكولاتة، دايب دوبان. جربوه مش هتندموا. وانا هنا عشان مش ليا في الشوكولاتة شيبس قوي عملت ليا كده سادة. تعالوا بقى بينا نرصه في طبق التقديم. زي ما انتوا شفتوا كده قدمته للولاد بشكل حلو واحسن من بره مليون مرة. اشوفكم بقى في فيديو جديد مع مطبخ سوما.